متابعي قناة صدى الأخبار 24 أهلا بكم. أسهم الدولي المغربي سفيان رحيمي بشكل كبير في فوز فريقه العين 3-1 على ضيفه اتحاد كلبة في المباراة التي أقيمت اليوم الخميس ضمن المرحلة 16 من دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين. وسجل رحيمي هدف السبق في الدقيقة 23 ليمنح فريقه التقدم، قبل أن يواصل العين تقدمه في الدقيقة 40 بفضل كومي أوتون، ثم أضاف كاكو الهدف الثالث في الدقيقة 44. وفي الشوط الثاني تمكن مهدي قيدي من تقليص الفارق لصالح كلبة بتسجيله هدف الفريق الوحيد في الدقيقة 53، لكن الفريق لم يتمكن من العودة في المباراة، ورفع العين رصيده إلى 29 نقطة، محققا فوزه الثامن في البطولة هذا الموسم، متفوقا مؤقتا على النصر الذي كان يشترك معه في المركز الثالث. في المقابل توقف رصيد كلبة عند 21 نقطة ليظل في المركز الثامن بعدما تلقى خسارته الثالثة في آخر 5 مباريات. وبات في رصيد الرحيمي من الأهداف 8 في البطولة الإماراتية، وهو هدفه 13 هذا الموسم في مختلف المسابقات التي يشارك فيها مع العين. نهاية الموجز، إلى اللقاء.